كان في دورة لحفظ القرآن شهرين في المسجد الحرام، وهي لا تزال تقام في الصيف لمدة 60 يوم. يأتي دورة للطلاب الصغار 60 يوم ما يطلعون بس الفندق ويرجعون للحرم، ويوميا حفظ قرآن يمكن 10 ساعات. فدعوني لإلقاء محاضرة عليهم، وجئت إلا شباب في المتوسط والثانوي وبعضهم أواخر الابتدائي. فلما خرجت تبعني غلام منهم يمكن في ثاني متوسط أو كذا، وظاهر عليه النعمة، سلم علي واستأذن من الأستاذ وأذن له، قال أنا بتكلم مع الشيخ، وطلع معي. قال هل عرفتني؟ قلت ما عرفتك يا ولدي. قال أنا فلان، تعرف التاجر فلان؟ وإذا أبوه أنا ما التقيت به لكن أسمع به، أبوه من كبار المليارديرات، يعني تاجر كبير، لو أقول اسمه تعرفونه. قلت يا أنت ولد فلان؟ قال نعم. قلت يا مرحبا، أهلا يا ولدي. قال يا شيخ أنا أبي ألزمني إلزاما في هذا الصيف أجي وأحفظ القرآن معهم، وأنا يا شيخ في العطلة أبغى أسافر، أبغى أروح مع عيال عمي، أبغى الحين كل واحد منهم في ديرة ومبسوط، وأنا جالس في مكة في الحر وأحفظ، وبعد الفجر أحفظ، وبعد الظهر أحفظ، وبعد المغرب أحفظ، والعشاء أحفظ، حتى جواني ماخذينه مني. يا شيخ أريدك أن تكلم أبي يطلعني. قلت بالعكس يا ولدي، إن شاء الله أن لا يريد أبوك من كل الخير، وإن شاء الله أنت. قال لا أنا مليت، أنا طفشت، وبكى. قلت لا أنت رجال، وش اللي تبكي وأنت رجال؟ لا أنت رجال واترك عنك، كلها يا رجال 60 يوم تنتهي، كم خلصت الحين؟ أسبوعين إن شاء الله، ما بقى إلا شوية ولدي. وشديت من أزره ومضيت ونسيت موضوعه. وبعدها يمكن 15 سنة تقريبا صليت في أحد الجوامع الكبار في مدينة ما، وإذا يدخل علينا الإمام ولابس هالمشلح وجهه نور ويصلي بالناس. فلما انتهيت وسلم علي وعرفني بنفسه، وإذا هو فلان ابن فلان اللي رأيته قبل 15 سنة، حفظ القرآن، تخرج من الشريعة، وعين قاضيا، ويحمل إما يحضر الدكتوراه أو قد خلص الدكتوراه. فقلت في نفسي سبحان الله. سألت عن عيال عمه، قلت وش أخبارهم؟ كانوا والله طيبين، لكن اللي ما كمل دراسته، واللي كملها وصار لك كذا، لكن الله يجزاه خير والدي يا شيخ اللي شد علي. يقول الآن أنا أحمل درجة دكتوراه، أو أظن يحضر الدكتوراه في الفقه، والآن حتى لو خلاص أنبسط في حياتي زي ما أريد، لكن وأنا صغير ريحني أبي من حفظ القرآن وحفظ السنة وضبط العلم. ولذلك إذا علمت ولدك سيدعو لك